مساء الجمال على احلى واغلى اخوات في الدنيا كلها. جايه لكم النهارده بحاجه روعه تحفه جدا، ايس كريم. ايوه طبعا دي مش اول مره نعمل ايس كريم، عملنا ايس كريم باطعم كتير جدا وبطرق مختلفه وكلها 10 على 10، والناس اللي جربتها واثقه من كلامي. بس النهارده هنعمله ايس كريم هيلسي جدا، طبيعي جدا، صحي جدا جدا، مناسب لكل الامراض، للطبيعي والناس اللي عندها مرض سكر ومرض ضغط. بصوا حاجة كده وهم. يلا كده بينا نشوف الجمال ده احنا هنعمله ازاي. حط لايك كده واشتركي في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. اول حاجة هنجيب معانا المكونات الاساسية اللي في الايس كريم بتاعنا النهاردة. معانا موز ومعانا مانجا. ايوه هما موز ومانجا دول حاجات الاساسية، لسه في حاجات تانية هنحطها وهنقول عليها وهنقول كمان البدايل بتاعتها. ايس كريم صحي جدا، اقتصادي جدا، هيلثي جدا، خالي من اي مواد حافظة، خالي من اي مواد صناعية، وكمان الايس كريم بتاعنا النهاردة خالي من السكر. ناس هتقولي الموز بتاعك ماله مسودي كده ليه؟ لا استني، هنا الموز القشره بس هي المسوده، لان احنا بنحفظه في الفريزر بقشره كده وبنطلعه وبيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. لازم المانجا عندك والموز يكونوا متلجين جدا، يعني تكوني حطاهم في الفريزر ويكونوا متلجين، ما ينفعش يكونوا فكين خالص. هنمسك الموز بتاعنا وهنقشره. هنا كنت بوريكم ان الموزه من جوه بيضه وزي الفل، هي القشره بس كده اللي مسوده، طبعا ده طبيعي نتيجه لعمليه الاكسده، لكن طبعا المزايا بيضه وحلوه قوي قوي من جوه زي ما هوريها لكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ انا عندي ولادي بقى بيعشقوا الايس كريم بتاعي، يعني عايزه اقول لكم ان كان عندي موز وخلقيت ابني حاطط الموز كله في الفريزر يا ماما عشان تعمل لنا ايس كريم. طبعا حبيبي ونور عيني يؤمر وانا انفذ، قمت بسرعه وقلت اعمل لك احلى ايس كريم. عايزين ايس كريم ايه؟ قالوا لي مانجا وشوكليت. هنعمل النهارده احلى ايس كريم طبيعي مانجا وشوكليت، ما تخافيش عليهم هم بياكلوا منه كده، من غير اي مواد حافظه ومن غير اي مواد صناعيه وكمان من غير سكر، وطعمه مسكر زي العسل. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. حطيت كده شويه كده من الموز، طبعا هنعمل النهارده ايس كريم موز والمانجا الاتنين داخل فيهم موز. الموز ده هو بديل الكريمه، لا هنحط كريمه ولا اي حاجه خالص. هنا كنت بقول لكم ان انا جربت ان انا اقشر المانجا بتاعتي بقشاره البطاطس، طلعت تحفه جدا، بتطلع القشره رقيقه جدا وما بتهدرش معاكي في المانجا بتاعتك، وبتبقى سهله جدا معاكي وما بتعوركيش، فجربوها. همسك بقى المانجا هنا، هسمي الله وهصلي على الرسول وهبدأ ان انا اقطعها. هي مانجايه واحده هتعمل كميه ايس كريم اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو ده. حطيتها كده مع حوالي 7 8 صوابع موز كده، مش فاكره بالظبط معدتش. وهبدأ انزل بقى عليهم بايه؟ بعسل ابيض. طبعا حبايبي المتابعيني عارفين ان انا لما بعمل الايس كريم بحليه بالعسل الابيض. إيه اللي انت ضفتيه ده؟ بصوا بقى ده مكون اختياري، تقدري مش تضيفيه خالص تستغني عنه. ده معلقه كده من القشطه، كان عندي بصراحه علبه قشطه كده في التلاجة، فقلت كده استخدم منها معلقه كبيره مليانه من القشطه علشان تديها قوام كريمي اكتر. لكن انتي ممكن تستغني عنها خالص ومش تضيفيها وهتاخدي نتيجة ولا اروع من كده. وممكن كمان تستبدليها بعلبة زبادي عادي جدا. ايه اللي انا ضفته بقى دلوقتي ده عسل ابيض. طبعا العسل الابيض لما بنحطه شوية في التلاجة بيتجمد عندنا كده وبيمسك، فانا كنت حطاه على حمام مائي علشان يسيح. ممكن لو مش عندك عسل ابيض تعملي شربات تقيل وتضيفيه. طبعا العسل هو اللي صحي زي ما قلت لكم، لكن طبعا الشربات هو سكر برضو في البدايه، بس افضل من ان انت تحطي سكر، لان السكر مش هيتضرب معاكي في الكبه كويس ويبقى فيه حبيبات كده وهيقرقش تحت السنان بتاعتك. فهمتي بقى الغرض من ان انا اقول لك حطي شربات معاكي ليه؟ وكمان الشربات ده بيديله طعم حلو جدا ومبيخليهوش يسكر منك. هنا بقى بصوا طبعا وانا بضرب كده علشان ما فيش اي سوائل خالص ولا في حليب ولا في اي حاجه، فالكبه بتاعتي بتقف كل شويه، فانا كده كنت بريحها. تقدري كمان لو الخليط ما مشيش معاكي او الكبه بتاعتك ضعيفه تضيفي لها كده معلقتين 3 من الحليب، طبعا معلقتين 3 بس ما تكتريش علشان بس تمشي معاكي الدنيا ويتضرب كويس. لكن لو الكبه بتاعتك موتورها كويس وقويه فامشي عادي كده واستعيني بالله واعمليها زي ما انا عامله بالظبط. بصوا اصلا هو قوامه عامل ازاي اهو، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قوامه عامل ازاي، شايفين المطه الحلوه قوي اللي فيه دي اهو، شايفين ما شاء الله.
ايس كريم بقى طبيعي، مانجا طبيعي، لا ضفنا لون ولا ضفنا نكهة ولا ضفنا طعم ولا ضفنا اي حاجة خالص. وعايزة اقول لكم بقى يتاكل كده بسرعة، يعني لو عندك ضيوف هتقدمي لهم منه على طول، بيتاكل زي ما هو، مش محتاج يدخل الفريزر تاني ولا اي حاجة. بصوا المطة فيه وانا بفضيه بقت عاملة ازاي، تحفة تحفة تحفة. طعمه كده بصراحة يعني فظيع. يعني بجد يا جماعة انا من كتر حلاوتي نفسي ان انا اخليكم تجربوه، يعني سيبوكم من الكسل ده واعملوا كده حاجات مفيدة كده وفرحوا اولادكم. وده ايام المانجا ومتوفرة الايام دي، فنعملها هي حباية واحدة بس، يعني عملت الكمية المحترمة اللي انتوا شايفينها ده. شايفين اصلا العلبة عندي قد ايه؟ هنا بقى كنت مش قادرة بصراحة، عايزة ادوق، فبصوا نسيت نفسي وقعدت اكل بالمعلقة، اكلت كتير على فكرة بس انا طبعا شلت المقطع ده. وهنا كنت بوريكم المطة، بصوا المطة فيه عاملة ازاي، مطته تحفة جدا جدا. يلا بينا بقى ندخل على النوع التاني. هنعمل بقى ايس كريم الشوكليت. هنجيب كمية الموز الباقية عندي وهبدأ ان انا اقشرها كده. بصوا اهي الموزاية بتطلع زي ما قلت لكم بيضة وزي الفل، وهقطعه وهحطه عندي في الكبة. هقشر كمية الموز كلها طبعا حسب كمية الايس كريم اللي انت عايزاها. تمام كده اهو، بنفس الطريقة وبنفس الشكل. بس هنا بقى هنستغنى عن حاجات معينة وهنضيف كده حاجة معينة برضو. حطيت كده الايس كريم بتاعي وخلصته. ضفت بقى هنا كده 3 معالق كبار مليانين من العسل الابيض اللي احنا عاملاه. انا زي ما قلت لكم كنت مسيحاه على حمام مائي كده عشان كنت حطاه في التلاجة وكان متلج معايا. وبعدين ضفت عليهم بقى 3 معالق كده من الكاكاو الخام الغير محلى. ده كاكاو خام غير محلى، كاكاو اسباني طبعا. اللون بتاعه بيكون حلو قوي قوي، وهو افضل نوع كاكاو. لما تشتري كاكاو خام قولي له عايزه كاكاو خام اسباني، هو يكون لونه غامق كده شويه. خلاص كده ضفت كل حاجه. لا هضيف بقى المره دي قشطه ولا هضيف حليب ولا هضيف زبادي ولا هضيف اي حاجه. لو عايزه تضاعفي الكميه وكميه الفاكهه عندك مش كتير، تقدري ان انت تضيفي علبه زبادي، او تقدري ان انت تضيفي باكو من الكريم شانتيه، برضو هيديله قوام كريمي مش هيقول لا، وهيضاعف معاكي الكميه. وتقدري ان انت تضربي الكريم شانتيه كده مع ربع كوبايه ميه متلجه، ولما يعمل معاكي فوم كده والقوام بتاعه يكتر كده، وتضيفيه للايس كريم، هيضاعف معاكي الكميه وهيديله قوام كريمي. بس انا عايزاه يبقى فاكهه كده صافي بيور كده، مهما ياكلوا منه الولاد عادي جدا، انا ولا فارق معايا. هنا بقى كنت بدوق بوريكم المطه. بصوا المطه بتاعته عامله ازاي، شايفين؟ يا رب يكون واضح. بصوا المطاطيه رهيبه يا جماعه. ده على فكره ما استناش قعد في الفريزر ولا حاجه، اكلنا منه يومين. في الوقت ده انا لما عملته الولاد كانوا تحت ما كانوش جنبي، لو كانوا جنبي انا عايزه اقول لكم كنت شفتوا دلوقتي الخناقات على الايس كريم. بصوا بقى هنا وانا بنزله، بس شايفين المطه بتاعته عامله ازاي؟ بصوا كده شايفين؟ شايفين المطه عامله ازاي؟ اظن واضح. وشايفين العلبه ما شاء الله اللي ملاها الايس كريم بتاعنا. موفر جدا، اقتصادي جدا، سهل جدا، ما اخدش معايا وقت خالص. بس خلي بالك ان وانا بضرب كده في الكبه بقت تقف معايا شويه، فبدات ان انا يعني تقف، فقلت بس الكبه باظت. لكن هي بتقف كده بتسخن علشان انا مش حاطه سوائل خالص في الموز، والموز طبعا متلج فبيبقى صعب شويه في الضرب بتاعه. لكن بعد كده بيمشي معايا وبيبقى تحفه. هنا كنت بوريكم القوام قد ايه مطاطي وتحفه جدا جدا. انا بقى هنا هجيب بقى بولات الايس كريم، وهعمل كده لكل واحد بولة من الايس كريم. كانوا الولاد بقى في المرحلة دي يعني طالعين هيطلعوا خلاص، كانوا خلاص على وشك ان هم هيجوا، فانا بدأت ان انا احضر لهم كده علب الايس كريم بتاعتهم. عايزه اقول لكم ان انا اكلت علبة وانا واقفة كده، قعدت اكل منه بجد، تاكلي منه ما تشبعيش. جربوه كده وعلى ضمانتي بجد. حبايبي طبعا اللي معايا واللي عارفيني يعني معرفة شخصية يجربوه كده، وان طلع وحش يجوا حاسبوني بقى عليه، مفيش مشكلة خالص، انا موافقة. مليت كده بصوا العلب كده اهو لكل واحد بولة بالشكل اللي انتوا شايفينه. تعالوا بقى ندوق كده. بصوا بصوا القوام المانجا عامل ازاي، وشايفين لون المانجا مع انها ما فيهاش اي الوان صناعيه خالص. وادي الشوكليت كمان يا سيدي على الجمال. بصوا بقى انا هنا سبت الكاميرا مفتوحه وفضلت اكل لما خلصت البوله كلها يا جماعه. وحطيت كمان يعني بصوا بجد تحفه. بصوا كنت بوريكم هنا المطه بتاعته قد ايه هو مطاطي. بصوا المطه بتاعته عامل ازاي، شايفين مطته عامله ازاي، تحفه.
وهو ما دخلش الفريزر تاني ولا اي حاجه، تقدري تدخليه وزي ما قلت لك تقدري تعمليه وتاكليه على طول كده دايركت. وده هو الايس كريم الوحيد اللي بيتاكل كده مباشره. كل الايس كريم او معظم الايس كريم اللي احنا عاملينه لازم يدخل الفريزر، ولازم يدخل لمرحله تجميد لمده 8 ساعات على الاقل، وال12 ساعه كمان، علشان تحصلي على قوام حلو وتقدري ان انت تاكليه. لكن ده تاكليه زي ما هو كده طعمه تحفه جدا جدا جدا، واحسن كمان لما بيدخل الفريزر وهو كده لسه معمول بيكون قوامه حلو وطعمه حلو قوي. اتمنى بقى ان انتوا تجربوه كده وتقولوا لي رايكم فيه ايه في الكومنتات، وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.